بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابب امسي على الكابتن مجدي عبد الغني، وحابب اتكلم في ايجابيات وسلبيات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. انا شايف بصراحه ايجابيات النادي الاهلي اكتر بكتير جدا من السلبيات. انك تلعب اساسا كاس العالم للانديه ديت في حد ذاته نقطه ايجابيه. انك تلعب تطلع بطل الاوقيانوس وبطل امريكا الشماليه، وتلعب بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا. مفيش ماتشات اقوى من كده، دي نقطه ايجابيه. انك تلعب بطل اوروبا وبطل العالم كله ريال مدريد، ويعني دي في حد ذاتها نقطه ايجابيه. ان الصحف الاسبانيه تتكلم عليك وتتكلم على المنافس ريال مدريد في نص نهائي كاس العالم للانديه، دي نقطه ايجابيه. انك توصل مع ريال مدريد لحد الدقيقه 92 بتلعب على التعادل، دي نقطه ايجابيه. انك اثبتت للعالم كله انك تقدر تلعب اقوى فرق العالم واقوى فرق اوروبا وتبقى واقف على رجلك، دي نقطه ايجابيه. واثبتت انك عندك مدرب كفء اسمه مارسيل كولر، واتمنى من اداره النادي الاهلي اللي هتستمر معاه وتفضل واقفه في ظهره. الراجل ده هيطور الكره في النادي الاهلي ويعمل طفره كبيره جدا جدا في النادي الاهلي. عنده فكر، عنده اسلوب اول مره اشوفه في الكره المصريه، دي برضو نقطه ايجابيه. انا خايف بس النقطه السلبيه الوحيده اللي احنا نرجع من كاس العالم للانديه نفس اللي بنقع فيه كل سنه، اللي نرجع الارهاق يضرب اللعيبه، الاصابات تضرب اللعيبه ونفقد الدوري. واعتقد نفقد الدوري لثالث سنه على التوالي، دي يعني في حد ذاته نقطه سلبيه وحشه كبيره جدا. واتمنى من اداره الاهلي، طبعا يناير الميركاتو بتاع يناير اتقفل، اتمنى من اداره النادي الاهلي في شهر 7 يجيبوا مهاجم جامد. يا جماعه لو كان عندنا فرود اجنبي في كاس العالم للانديه ديت، انا كنت اتوقع الاهلي هيلعب فاينل مستريح.